أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركا دين مبين حديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين 219. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز الدرس ما جبریا ودا ما بحثا سنتا جبریا نمیجا صبحه، یعنی سنتا جبریا فرض صبحه ما بکر ام گوها بی سر بحث یعنی بابا که در حق في بجاردات بيجا باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن. در حق وداكو سنت خيرة پشتی هر دو رکعت سنت یا نماز صبح موکلین مو بچکه بهنکه سر آل خوی راست را خود دریج بکه بهنکو که سر آل خوی راست را خود دریج بکه. والحث عليه سواء كان تهجد بالليل ام لا، یعنی چه شف را ببرج تهجد کرده و زلامکه انسانکه چه تهجد نکرده و تشویق کرنا سر و پیغمبر خود تشویق وکریم. حدیث 1110 عن عائشه رضی الله عنها جایی که ما عایشه ها تنقل خود جرازی قالت گوتیه کان النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا علیه السلام اذا صلى ركعتي الفجر وقت هر دو رکعت سنت و نماز صبح دیگر اضطجع على شقه الایمنی خسر آل خوی راست را دریج دیگر. رواه البخاری. اف حدیث امام بخاری نقل کریه. حدیث 1111 و عنها قالت دیساش دوی که با عایشه ها نقل کردن قالت دبیجه کان النبی صلی الله علیه و سلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. دبيجة پیغمبر خدا يصلي نماز دكر فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر پشتی نماز عشاء خلاص دكرا نماز عشاء تمام دكرا و حتى فجر الصبح پیغمبر خدا 11 ركعة 11 ركعة نماز دكر 11 رکعت نماز دکر پیغمبر خدا علیه السلام. یسلم بین کل رکعتین نقب هر در رکعت دو سلام دادا، یعنی در رکعت دکرا و یوتر بواحدة یک رکعت تنه دکر رکعت جیب تنه دکر. فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وقت مؤذن بانگو صبح بانگو فجر دا و خلاص کرد و تبین له الفجر و جا فجر اشکره بی یعنی زانی ایدی و جا تمام فجر ودا و جا المؤذن و جا مؤذن به دقان پیغمبر خدا یعنی بانکته کوار یا رسول خدا قام راد بیا فرکع رکعتین خفیفتین در رکعت سبک دکران ثم اضطجع على شقه الایمنی پشت هنگه سر آل خوی راست را خود دریج دکر هاکذا هولی حتی یأتیه المؤذن للإقامة حتی مؤذن بحتا و گوتا و قامت قامت یعنی اما قامت بین یا رسول خدا وره پیش شما نمیج بکه. رواه مسلم. اف حدیث امام مسلم نقل کردیه. يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم معناه بعد كل ركعتين، يعني نقب هر ركعتين يعني پشتی هر ركعتا سلام بده معناه ابا. حديث 1112 وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره ها نقل کردن خود جرازی به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه السلام هولی دبیجه گوتیا اذا صلى احدكم ركعتي الفجر وقت یک شبه هر دو رکعت سنت نماز صبح کریه فلیضطجع على يمينه بلا سر آل خوی راست را خود دریج بکه. رواه ابو داود و الترمذی باسانید صحیحه. اف حديث ابو داود والترمذي بسند صحيح نقل كنا. قال الترمذي قلت حديث حسن صحيح، حديث حسنة وصحيحة. باب سنة الظهر ما سنة نماز الصبح خلاص كر بحثه ام جهاي سنة نماز سنة فرض نيفرو سنة نماز نيفرو. حديث 1113
عن ابن عمر رضي الله عنهماش ابن عمر هات نقل كده خودش يباب رازبه قال دبيجه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بپیغمبر خدا را نماز کرد ركعتين قبل الظهر در ركعتش بيان نماز الصبح بيان نماز نيفرو در ركعتش بيان نماز نيفرو وركعتين بعدها در ركعت پشت نماز نيفرو متفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هر دو نقل کرنا حديث 1114 حديث 1114 وعن عائشة رضي الله عنها جدایی که ما عائشة هات نقل کرد خود جرازی به دبیجه ان النبي كان لا يدع اربعا قبل الظهر دبیجه پیغمبر خود ترک ناکر هر 4 رکعت سنتش بریان نمیجا نیورو بریا فرض نیورو 4 رکعت نمیش ترک نا 4 رکعت سنت ترک ناکر رواه البخاري اف حدیث بخاری نقل کرده و عنها دیسوش دوی که ما عایشه هات نقل کرده قالت دبیجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 دبیجه پیغمبر خوده جبریا نمیجا نیورو جبریا فرضان نیورو المالا مدال اودا مدا 4 رکعت سنت ذکران ثم يخرج پشت اینکه در کتا فيصلي بالناس جماعت يعني پیشا انسان جماعت ذکر ثم يدخلوا پشت اینکه تحت المال موا فيصلي ركعتين در رکعت ذکران و كان يصلي بالناس المغرب پیشا انسان نمیجا مغربجی نمیجا مرغبجی ذکر ثم يدخلوا پشت اینکه تحت مالامه فيصلي ركعتين در ركعت ذكران ويصلي بالناس العشاء پیشا انسان نماز عشاء ذكر ويدخل بيتي ديسا تحت مالامه فيصلي ركعتين در ركعت نماز ذكر یعنی پیغمبر خودش همین کسا بهتر دوی که ما های شناس دیگه هولید بیجه حدیث 1116 و عن ام حبیبته رضی الله عنها دیساش جنی که پیغمبر خوده ام حبیبه خوده جرازی به هاتن نقل کردن قالت دبیجه ام حبیبه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوده هودی داد من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار کی محافظه بکه یعنی ترک نکه 4 رکعت سنت بریا فرض میجا نیورو 4 رکعت آجیش پشت این نمیجا نیورو فرض نمیجا نیورو کسی محافظه و بکه با یعنی بحی واشخا را بگیره و بکه ببینه حرمه الله على النار خدا وی حرام بکه سر آگیر جهنمه رواه ابو داود و الترمذي اف حديث ابو داود و الترمذي نقل کرنا و قال حديث حسن و صحيح الترمذي گوته اف حديث حسن و صحيح حديث 1117 وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه عبد الله كور السائب خاطر نقل کردن خدا جرازبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا كان يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر پیغمبر خود 4 رکعت نماز دکر سنت دکر پشتی زواله پشتی وقت نماز نیورو داخل بی و لبلش جبریا فرضه قبل از ظهر جبریا فرضه 4 رکعت نماز دکر و قال دگوتا انها ساعت تفتح فيها ابواب السماء اف ساعتی کولیا در ین آسیمانا و دبن فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح مدفع عملك صالح عملك قانش كريارك باش جبو ما الويدر در باز بجي حزيرا خده رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا قلت حديثك حسنة يعني قنجة نزعيفة حديث 1118 وعن عائشة رضي الله عنها جدوی که ما عائشة هات نقل کردن خود جرازی به ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خوده كان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر 4 ركعت سنت جبريان نماز نیورو نکرا صلاهن بعدها پشتی ذکرا پشتی فرض خو ذکر او هر 4 ركعت ذکران رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا قلت يا حديثك حسنا باب سنة العصر در حق سنت ایواره دا سنت ایواره یعنی وقت عصر حديث 1119 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي كره أبي طالب إمام علي هات نقل كرن خود جرازبه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم دبجة پیغمبر خدا يصلي قبل العصر 4 ركعات جبريا نمجا عصر جبريا نمجا ايوار 4 ركعات سنت دكران يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين نقب ودا سلام بده يعني 4 ركعات حفظرانا كر در ركعات دكران والسلام درس الملائكة المقربين يعني سلام نمجا بندان ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين سلام درس الملائكة وسلام دادان مسلمانا مؤمن ومسلمانا يعني سلام نمجا بندان يعني در ركعات دكران رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا وفي حديث حسنة نزعيفا وعن ابن عمر رضي الله عنهمش ابن عمر ها تنقل كريا خودش بابي راضي به عن النبي صلى الله عليه وسلمش پیغمبر خدا نقل كريا قال پیغمبر خدا هو لگات رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 خدا رحمه لوی کسی بکه کو جبریان نمجا عصر 4 رکعت سنت بکه رواه أبو داود والترمذي أف حديث أبو داود والترمذي نقل كرنا وقال حديث حسن ترمذي قلت حديثك حسنين قنجة نزعيفا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ديسش إمام علي هو نقل كرنا خود جرازي به كان يصلي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بجي پیغمبر خوده كان يصلي قبل العصر ركعتين جبريا عصر جبريا فرضا نمجا عصر در ركعت دكران رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود نقل كريا بسندك صحيح خوش كبرين عزيز بلا الفدا بسكنه حتى درس كما ياده بمين خير وخشيه